السلام عليكم. القرد بانش. القرد بانش ده قرد ياباني، قصته غريبة جدا وعجيبة جدا. أمه رمته، يعني هو أول ما ولدته ما تقبلتهوش، وكل ما يجي يقرب منها تبعده عنها، فما بقاش عارف يعمل ايه. الناس في الحديقة ديت قصة القرد دي غريبة جدا، لأن العالم كله دلوقتي بيتكلم عن القرد ده. كل العالم القرد ده بكى العالم بمعنى الكلمة. هتلاقوا هنا في الفيديو منظر وهو أمه بترميه، بتزقه، فالناس جات لهم فكرة كده بتوع الحديقة، ادوا له حتة دمية يلعب بيها. بقى فرحان بيها، بقت هي أمه، يروح لها ويشتكي لها ويلعب معاها ويفرح بيها ويهزر وياها. بقى عايش معاها حياته كلها، يحكي لها همومه ويلعب معاها وياخدها وما يروحش اي حتة الا بيها. حتى يبقى يعني انا بص كده هنا، دي امه يا عيني اهيت اللي على الشمال، كانت بتزقه، يجي يقرب منها تروح زقاه. بكى العالم كله بمعنى كده، تضربه، تشوفه تضربه، شوف بتعمل فيه ايه. بص بتعمل فيه ايه، يعني ياخد بعضه ويجري. يجري يروح فين بقى؟ يجري يروح على ايه؟ على الدمية بتاعته. اهي يجري يروح على الدمية بتاعته، ايوه، ويحضنها ويلعب معاها. قرد جميل جدا. القرد دوت عمل حالة جامدة جدا قوي في اليابان، لدرجة ان زوار حديقة اللي فيها القرد تضاعفوا 3 مرات. بقوا الزوار كتير قوي قوي، بيجوا من كل حتة، من كل حتة يجوا عشان يشوفوا القرد بانش وهو بيلعب بالدمية بتاعته. يروح اي مكان ياخدها معاه، يطلع فوق الجبل ياخدها معاه. الموضوع ما بكتفاش بكده، الموضوع بقى فيه احسن من كده كمان. حصل ايه بقى؟ لما الموضوع ده انتشر في العالم كله، بقى بيجي لهم زوار من كل حتة في العالم، لدرجة ان شركة يابانية مشهورة في العرايس واللعب ادته 100 قرد هدية، قرود كتير هدية. بقى عنده ما شاء الله ناس كتير قوي زوار. حتى الراجل يجي يعني يقول له تعالى او كده، لازم ياخد الدمية معاه، عشان عارف ان هو بص بيقول له لازم تاخد الدمية. القرد متشعلق في ايده اهو. ايوه اهو، بص قال له هات الدمية، هات الدمية، هات العروسة بتاعتي اهو. خدها ومشي. بقى ليه اهتمام خاص عن كل القرود. اكله بيجي له احلى اكل، بيجي له احلى شرب، بيجي له زوار كتير قوي، كتير قوي عايزين يشوفوا القرد بانش ويقعدوا معاه. يحط له اكل، قال له انا شوف الراجل جاي يدخل جوه اهو، راح جاي متشعلق في ايده. خد العروسه بتاعتي، هات العروسه اهو. هات يا عم القرد بتاعك يا عم اهو، مش هسيبه، حاضر. هياخده معاه ويمشي. حالة بيصيرها قرد في العالم، كل المواقع اتكلمت، الميديا كلها بتتكلم عنه. وهو يعني خلاص العروسة بتاعته، حياته مقضيها معاه. القرود كلها كانوا واخدين منه جنب، بدأ اجتماعيا يتأقلم رغم ان هم كانوا بعيدين عنه. بس هو عايش حياة لوحده، يعني عايش حياة لوحده مع حالة منفردة مع القرد ده. دي حكاية القرد ايه بانش اللي في اليابان، اللي قالب الدنيا كلها. يا رب تكون القصة عجبتكم. تابعوني، محمد أبو فرح، السلام عليكم.